شخصيات غيرت التاريخ. اللواء باقي زكي يوسف. ولد باقي زكي يوسف في القاهرة في 23 يوليو عام 1931، وتخرج من كلية الهندسة جامعة عين شمس في عام 1954، وتقدم للعمل بالقوات المسلحة المصرية، والتحق بسلاح المهندسين العسكريين، ثم انتدب للعمل في بناء السد العالي، وهناك رأى استخدام المياه لتحريك أطنان من الرمال في عملية بناء السد. وبعد حرب 1967 انتقل اللواء باقي زكي يوسف للعمل في الفرقة 19 مشاة المتمركزة غرب قناة السويس، وعمل كرئيس لفرع المركبات. وفي يوليو 1969 كلفت كتيبته بتقديم خطة لعبور قناة السويس وفتح ممرات في الساتر الترابي لخط بارليف. اجتمع قائد الفرقة بقادة أفرعها، وكان غالبيتهم من الشباب، وبدأ كل من القادة يشرح الوضع ويطرح أفكاره. واقترح القادة عدد من البدائل، منها استخدام المدفعية أو المتفجرات أو الصواريخ والقنابل. وبعد ذلك طلب باقي الكلمة، والحقيقة أنه قال جملة في الوقت ده عمرها ما هتتنسي، وقال: سبحان الله، ربنا سمح بالمشكلة وحط حلها تحتيها. وبدأ يشرح باقي لزملائه فكرته العبقرية في قدرتها وبساطتها، فكرته اللي استوحاها من عمله في بناء السد العالي. وقال: نستخدم طرمبات مصة كبسة تثبت على زوارق خفيفة تسحب المياه من قناة السويس وتضخها باتجاه الساتر الترابي في الأماكن المطلوب فتح الثغرات فيها. عايز أقولك إن الفكرة وصلت بسرعة جدا للرئيس جمال عبد الناصر، واللي اقتنع بيها جدا، وبدأت تجربتها بالفعل إلى أن نجحت في تحقيق هدفها. وتمكنت القوات المسلحة المصرية خلال الساعات الأولى من حرب أكتوبر المجيدة أن تفتح أكثر من 60 ثغرة في الساتر الترابي لخط بارليف الذي ظن المحتل إنه لا يقهر. وانهارت مع تراب السد أوهام الاحتلال وغروره وأساطيره، وعدت قوات المشاة والمدرعات المصرية واستولت على الحصون الإسرائيلية. ودي كانت بداية الانتصار اللي حققه الجيش المصري في حرب أكتوبر 73. عاوز أقول لك كمان إن فكرة اللواء باقي زكي يوسف تم تجربتها أكثر من 300 مرة قبل التنفيذ. كان أولها في حلوان، وآخرها في جزيرة البلاح داخل قناة السويس. استحق اللواء باقي زكي يوسف نوط الجمهورية العسكري في عام 1974، وكمان منح وسام الجمهورية في عام 1984، وتم تسجيل الفكرة باسمه لحفظ حقوقه المعنوية. وتوفى اللواء باقي زكي يوسف في 23 يونيو 2018 عن عمر يناهز 86 سنة. شخصيات غيرت التاريخ. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. كان معكم بشوي أفلامين عكس التيار.